ومن القصائد أيضا هذه الأبيات. أبتدي بسم الولي رب الفلق منجي إبراهيم من نار الحريق مخرج ذنون من غلس الغسق وسط جوف الحوت بلجه غريق يا قلم. نقدم لكم هذه القصيدة وهي تحتوي على صفات الرجال. الناس كل له طبايع وعادات وكل على التقليد والسلم داوي. الناس من خلقة تناويع وشتات مثل الأصابع ما تجيب التساوي. وترى البشر لهم مثايل وصفات مثل المعادن به جواهر. وأيضا قلت هذه القصيدة مبدأي بالله عالم الجهر والغيب رب الملا محيا العظام الرميمة يوحي دبيب الدابية بالسراديب في غلس داجور الليول العتيمة مبري سقام أيوب من غير. وقال أيضا الشاعر فيصل بن منصور الرياحي هذه القصيدة يسند على عبد الله بن عبار. سريان ديبي فوق قطاع الأرماس من وتغلام في ضميره حواسيس مصفحا ينحن من كف لما استوه من المينا ورد بالقراطيس علق تمارينه على مها الوقاس ما خذ بها الورع المراهق مراويس. نقدم لكم هذه القصيدة وهي تحتوي على صفات الرجال. الناس كل له طبايع وعادات وكل على التقليد والسلم داوي. الناس من خلقة تناويع وشتات مثل الأصابع ما تجيب التساوي. وترى البشر لهم مثايل وصفات مثل المعادن به جواهر وماوي. تلقى العلوم الغانمة والرديات مع البدو وأهل القرى والشواوي. ومن القصائد التي يحتوي عليها هذا الشريط هذه القصيدة بسم الولي محيا الجذوع الهميدة يطلع نماها عقب ما هي جماده بمره نصر موسى وحطم طريده وبمره نطق عيسى وهو في مهاده رب الملا يبدأ العباده ويعيده ويحييه من بعد الفنا والعبادة. الواحدة لدبرة ومن شعر المواعظ والعبر هذه القصيدة من الأشعار القديمة التي قلتها سابقا حيث أقول سر يا قلم واكتب قوافي صريحة أمثال من نفحات فيض القريحة مني هدية للنشامة نصيحة ولنلفظ المعنى على غير مقصود قولي يدركه كل واعي صغت المعاني من صميم انطباعي والنصح لقلوب الفهايم متاعي وبعض العرب تلقى ضمائرهم رقود. وهذه القصيدة تبلغ 150 بيت قلتها بعد أن زرت بعض الآثار وشاهدت القصور القديمة فتخيلت الدنيا بهذه القصيدة. سر يا قلم واكتب من أشعار يمليك من خاطري سجل قرايض وجيفان القلب دكت به طوارق دواكيك يلعب به الهوجاس والفكر حيران كل ما هجت زادت عليها الدباليك روابعه تطري تشاكيل والوال. احترت بك يا هاجسي وين اوديك نوب بيات ونوب كونك. ومن القصائد أيضا هذه القصيدة سر يا قلم بالطرس من سف خطاطا بيك والمكنون وضح نقاطه اكتب جوابي وانشره بين الأوساط ناخذ على بدع القريض انبساطه القلب شاط وكنت رداه الأسياط وجس بنون العين مثل الحماطة. ونيت من تولوه ضباط حالوا عليه ولا تفيد الوساطة واصبح بيد قوم قويين وانشاط قاسين ما يشكل عليهم عياطه جرح القلوب والينفتق سيف ينخاطع يا الطبيب اللي يتفتق خياطه مشاكل الدنيا غني. ومن القصائد أيضا هذه الأبيات البارحة عيت عن النوم عيني وهضت من الخاطر روابع شجوني البوك جاهز والقلم في يميني والبال يملي من قوافي الحوني ليضاق بالي جبت فنجال صيني لعل دسمين الشوارب يجوني اللي يريد من دقايه يجيني ولا توب علي من العرب جنبوني من صد عني مقصده ما يبيني له سليل الجد عندي يهوني ولا حب أنا رفقة خطات الدويني أكره قبال السافلين العفوني. وهذه الأبيات تقول فيها وقلبي من اللوعة حريج كنها المطعون في رمح العواجي من غزال يودع العاقل مريج حط قلبي سلعة ما له رواجي تن وسط القلب جمر له وهيج صلوها يقدح مثل قدح البواجي. وأيضا قلت هذه القصيدة أشوف بالدنيا بهاديل وتعوس ولا تجد لما زمانه تعايس دنياك يا غافل بها الوضع منكوس دنيا الشقا مساسها كل سايس ما خلدت من يلبس الدرع والطوس وين الشجاع عقاب والشيخ هايس أجيال زالت بالفنا ما لها رموس بس العظام البالية بالمحايس والحتف مخلابه مثل شاطر الموسي ودع. وقلت أيضا هذا الفكر وبحور الأمثال جايشة والقاف ما قلته من أفكار طايشة قيفان من فيض القريحة نظمتها مثل الجواهر غاليات غوايشة كم بارق خايلت ضوحة وغرني وقمت أتدرع عن نشايب بلايشة أخاف من لمعة خياله تقودني للمسلك اللي ينهشني هوا. وقلت أيضا هذه الأبيات
فكرت بأعمال الزمان وفضايعه، الله يكافينا بلاوي فجايعه، دنيا الشقا ميلاتها ترهب الملا، تاريخ ماضيها قرينا وقايعه، والوقت جوره ما ترك مود ماني، كل الخلايق ساقها من قلايعه، ضام العباد وأيضا قلت هذه الأبيات: يا عيال طيعوا ترى بالحق نامركم، إبليس والنفس بالسيئات أمارة، حفظ الكرامة به الرحمن يجركم، من طاع رب الملا ما يغثي جواره، ترى القرين الذي يبغى يعاشركم كانه مشى برد يلحكم أضراره. ترى. وأيضا قلت هذه القصيدة: يقول ابن عبار في نظم الأبيات: يختار من معنى عريبة كلماته، حضرت للمطلوب وضح السجلات، وسقيت جوف الباركر من دواته، وسجلت منظوم البيوت العذيات، انهى القراح الزيل واترك صراته. كتبت من دسم المعاني عبارات، بدع القوافي نوصله منتهاته، قلت الكلام اللي معانيه جز. ومن القصائد أيضا هذه القصيدة: يالله يلي مطلع في خفاياه، انت العليم بسر عبدك ونجواه، باسمك بدعت القاف لي بهوايه، لضاق بالي فيه للصدر تفضاه، عبرت عن مقصود غاية منايه، ولاني بحال لمهاجيه مزراه، ومن لجد ممشاه مخطي